بحيث انكم تقدروا تاخدوا بايدين الناس اللي عندهم مشكلات. وطبعا مشكلات بتؤدي لاغتراب وتؤدي لعديد من المشاكل النفسية سواء لصاحب مشكلة او لأسرته. ازاي بتحصلوا المشكلات وازاي يكون لكم دور في المرحلة القادمة؟ المواطن يبقى له دور في انه يحل مشكلته وفي نفس الوقت عرضها على المسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر أسرة البرنامج كاملة، وأشكر الأستاذ لواء إن هو يعني سعى في الوصول لهذا المنبر لإعلاء كلمة حق أو لإعلان عن الرابطة بتاعتنا أو الإعلان عن مفهوم الرابطة بتاعتنا. لا شكر على واجب القناة الرابعة. بالنسبة للفساد احنا نعمل في إصلاح البلد من فترة طويلة، ولكننا كنا نعمل فرادى، فتجمعنا في هذه الرابطة أو دعم السيد الرئيس من فكر نابع داخلنا لإصلاح البلد وإصلاح المنظومة. كلنا في مجالات مختلفة، وكل واحد في مجاله عنده كم كبير من الفساد الإداري والفساد الإداري والمالي. والفساد الإداري بالذات يعني هو لب الموضوع، هو عصب الحياة. صحيح. ونحن قيادة وإدارة، ونحمد الله ان ربنا انعم على مصر برئيس دولة يمتلك الموهبتين، القيادة والإدارة، القيادة الحكيمة والإدارة الواعية. الاتنين محتاجينهم في جميع المصالح الحكومية بتاعتنا عشان ننهض بمصر، ننهض بأبنائنا. لأن احنا لو قلنا الجيل الكبير ده خلاص يعني راحت عليه، لا الأجيال اللي جاية ده الجيل الجديد انا شايفاه ساير وبياخد بإيدين الأجيال اللي جاية. جيل خلاص يعني الجيل الجديد لابد ان هو يحظى في العتاق، يحظى بالرفاهية والنعم والأمن اللي جاي في البلد دي. يعني احنا قلنا ضربنا مثل بسيط، قلنا يا جماعة عايزين نعمل حاجة اسمها ازرع نخلة. بمعنى ايه ازرع نخلة؟ احنا عندنا في الأرياف زمان يقولك اللي بيزرع نخلة ما بياكلش منها، لأن النخل عندنا أمده طويل شوية. يعني لكن هو ازرع الخير للي جاي وللي جاي، لأن اللي راح زرع خلاص زرع، اللي راح زرع انت تزرع اللي بعده. موضوع الفساد هو متفشي كتير جدا عندنا. الفساد الإداري لابد من محاربة عشان ننهض بالبلد بتاعنا. لو كل واحد في مجاله حارب الفساد بالشكل اللي هو شايفه هيقدر يعمل حاجة. وبعدين بلاش كلمة انا هعمل ايه الاحباط، لا عندنا دايما امل. فاحنا اتجمعنا على ان احنا نحارب الفساد ونساعد السيد الرئيس الجمهورية كل في مكانه بدعم قوي، بإحساس داخلينا ان احنا عندنا في ظهر سندنا. الانسان بلاقي عنده زي الطفل يلاقي ابوه قوي
بيتصرف كده بشجاعة يعني. احنا الحمد لله عندنا رئيس قوي فبنتصرف بشجاعة شوية. لابد من ان احنا نحط ايدينا على الفساد فعلي عشان ما نتهمش حد بالباطل. ولابد من ان احنا نقاومه عن طريق المسؤولين، والمسؤول اللي ما يقفش معانا في الكلام ده لابد ان احنا نقاوم المسؤول الغير كفء في المكان. اما لما نتطرق للفساد الاداري في المصالح، لما نيجي نبص في وظائف الحكومية بتاعتنا بيتعمل اعلان على وظيفة معينة بيتقدم بعض الناس. المفروض اللجان المشكلة، احنا عندنا في لجان بتتشكل غير كفاءة وغير مؤهلة لاختيار القيادات. عندي قيادات متقدمة كتير جدا فيها كفاءات عالية، فيها الباحث وفيها الكاتب وفيها اللي عنده رؤية الإعلام بينزل يكونوا مختارين قادة تانية يعني مختارين ناس غير قادرين، والقائد الغير كفء الغير مؤهل بيرجع البلد لورا. ما هي روسيا وقعت كده. هي روسيا اصلا لما جت امريكا تخطط لايقاعها الانسان غير مناسب في المكان المناسب دلوقتي الجزئية دي يعني احنا لما الشعب قام بثورة كان اول كلمة بيقولها ايه؟ الشعب يريد تغيير النظام. تغيير النظام يعني ايه؟ مش تغيير النظام قد ما تغيير الفكر. احنا عايزين تغيير الفكر السيستم كله. فاحنا دورنا كبير جدا ان عايزين نعمل حاجة اسمها التوعية الثقافية بين الشعب، التوعية الإدارية بين الناس اللي هم الموظفين، التوعية القانونية، لأن اللي عندوش وعي قانوني ولا إداري لا يصلح لهذا العمل. مش هيدير يعني. بيجي احنا في عملية اسمها العمل بالتبعية، وده موجودة من زمان وان شاء الله ربنا هيساعدنا، لان احنا داخلين في هذا العمل بإخلاص ولا نبغي في اي حاجة غير مرضاة الله عز وجل وانهاض بالأمة العربية مش مصر بس. إذا نهضت مصر نهضت الأمة العربية كلها. صحيح. فإن شاء الله مصر مش هتقع وهنحافظ عليها. تمام. جميل إن انتوا تكون أهدافكم إنكوا توعوا الناس. طيب هتوعوا الناس